السلام عليكم. طبعا يا جماعة الخير، اليوم عندي رسالة وإن شاء الله أني توصل للجميع، وخاصة للآباء والأمهات. بالنسبة هذه الأيام قدكم عارفين كيف الأوضاع وكيف الناس حالتهم المادة، يعني يلا كل واحد بقوت يومه. في ناس يعني في أمريكا يعني ما شاء الله ربي فتح عليه ورزقه، يعني أجيله تقريبا عمره يكون 50 سنة 60 سنة يخرج الشي يتزوج، يعني يروح له عند الناس اللي هم مساكين، الناس اللي هم مستضعفين، يروح يشتي يتزوج بنت واحدة من بناتهم. طيب هذه البنية عمرها 18 سنة 17 سنة وأنت عمرك 60 سنة 70 سنة، ليش؟ الأب أبو البنية يعني حالته المادية صعبة، ما تسمح له بهذا الشيء، يقوم يقبل، وهذا يعني أي غروب المبلغ يقول له 50 مليون 30 مليون 40 مليون، هذاك الشخص يفرح. الأب هيغصب بنته، يعني طبعا هيغصب بنته فيخليها توافق عشان تتغير حياته. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. بالنسبة للآباء حافظوا على بناتكم، والله إنه حرام إنك تظلمه تتزوج شخص عمره 50 سنة 60 سنة. من حقه إني تعيش، من حقه إني تعيش طفولته، من حقه إني تتعلم، من حقه إني تأخذ رأيه هي، لا حد يغصبه، لا أب ولا أم. لكن هذه الأيام الأغلبية والله إنهم يغصبوا بناتهم. ليش؟ عشان الفقر. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت الأب، أنت راضي إنك تظلم بنتك وتتزوج رجال ما تشتيبوش عشانك أنت، عشان تغير من حياتك، عشان الفلوس؟ ترضى إني بنتك تعاشر رجال ما تطيقوش؟ والله إنك محاسب أمام الله يوم القيامة، وبنتك في ذمتك. إذا أنت تغصبها على شيء ما تشيبوش، هذا أنت تحاسب به يوم القيامة. طبعا الأمهات يعني ما تقدرش، يعني هي حتى مغلوبة على بنتها بس مو تفعل، وهي ساكت ما بقى إلا حسبي الله ونعم الوكيل. والذي هم بأمريكا اتقوا الله في أنفسكم، الذي عمركم 60 70 سنة ادخلوا جوامع، تصدقوا، ما بقي لكم لآخر عمركم، وقد يعني خلاص بآخر عمركم قدكم تتزوجوا، يعني تحللوا الحياة ولا كيف؟ عيلك مصحف، عيلك مسجد، اذكروا الله، افعل آخرتك، لا تدورش الدنيا. اتقوا الله في أنفسكم. إن شاء الله أني توصل رسالتي هذه. الآباء حافظوا على بناتكم، وتحياتي لكم.